سوفت بوكس جديد، اخيرا هنغيروا الاضاءه. يلا بينا. ايوه يا عم، تعالى بس نحط ايه. حسستني انت غيرت. لا اجيب لك حاجه اعلى يا جماعه. استنى بس. اللمبه اللي عندي وقت مساعده. واخيرا جبنا سوفت بوكس جديد، يعني بعيد عن تريقة محمد بصراحة، كتر خيره وعمل معانا حاجات كتير ونزل معانا وشال معانا ولف معانا كتير عقبال ما جبناه. تمام كده. لا انا المخرج. وكمان كان هو المخرج، وهنا كنا بنحاول نرتب الحاجة عشان ناخد صورة الثامنيل وتطلع كويسة يعني، بس في الآخر ما استخدمناهاش، وقررنا إن احنا نركبه واحد بس قدام الكاميرا والتاني بعدين، وفعلا بجد تركيبه كان من أصعب الحاجات يعني، على الرغم إن أنا كنت مستمتع في الأول، بس بعد كده الموضوع بقى صعب شوية كتير، وفضلنا نحاول كتير ونشوف فيديوهات على النت عقبال ما حاولنا يعني نوصله للشكل اللي المفروض، ولكن لما كنا لا يا ابو ماما كسر احنا نجيب. ارميه طيب ولا ايه؟ بس كانت الأجواء كويسة يعني، والحمد لله في الآخر عرفنا نركبوه يعني ونزوروه. جميل في الموضوع يعني إن كنا مستمتعين أنا ومحمد يعني وإحنا عمالين نركبوه يعني مع بعضينا. ده كان رد فعل محمد لما ابتدى يظهر له معالم شوية. اوه لا 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 عايش اقفل بقى. وبس كده أخيرا خلصنا يعني وظبطناه وشغلناه وابتدى ننوره، فتعالى نشوف الفاينل لوك عامل ازاي، يلا بينا. وبس الحمد لله ان احنا وصلنا لكده يعني، وجبنا معدة جديدة وان شاء الله هتضيف للقناة. طبعا احنا لسه ما شغلناهاش، وانا حابب اوريك فرق الاضاءة وهل فعلا الموضوع يستاهل ولا لا. وتعالى بقى يا صديقي اوريك فرق الاضاءة قبل وبعد، وهل فعلا الحاجات دي لها لازمة ولا ملهاش لازمة. يلا بينا. وبس كده زي ما انت شايف في اختلاف رهيب في الجودة، في اختلاف رهيب طبعا، واضاءة احلى وصورة اوضح وفي عزل وفي كذا حاجة. وطبعا جبنا ار جي بي ورا نزود معانا الدنيا، خلي في باك جراوند في الخلفية، ضوء طالع من الباك جراوند، وجبنا سلم ديكور تاني زودناه بحاجات عشان يبقى في توازن ما بين الصورة. فالاضاءة من الحاجات فعلا اللي بتفرق في التصوير معاك، وتعتبر من اهم الحاجات بعد الميكروفون. من اهم الحاجات بعد الميكروفون يعتبر الاضاءة. ممكن نبقى نعمله سلسلة عن حاجات بقى ازاي بنصوره باليوتيوب ومش عارف ايه، بس دي ممكن تبقى بعدين شوية. الاضاءه فرقه بجد. واللي انا عايز اقوله لك ان دي مش احسن جوده احنا واخدينها من الاضاءه. انا لسه بتعلم شويه حاجات ازاي ده اخلي ده بزاويه 45 وبرده ده بزاويه 45، ومثلا ده يبقى كام كلفن وده كام كلفن، وان انت تجيب مثلا ده هنا ولا ده هنا، والارتفاع بتاعه لو قرب بيعمل ايه ولو بعد بيعمل ايه. ففي حوارات كتير، فدي مش احسن جوده. ممكن تلاقيني سايب لك فيديوهات تحت اوريك بقى مثلا وصلنا لحد فين بالسوفت بوكس دي، وعرفنا نطلعه بيها احسن جوده ازاي. طيب يا عم لو انت شفت الاضاءه دي وعجباك ومش عارف ايه وحلو وفعلا السوفت بوكس فارقه وباينه ان هي الفرق، عايز اقول لك ان انت مش محتاج كل ده عشان تبدا. بجد انت مش محتاج كل ده عشان تبدا. وانا عارف ان انت سمعت الكلام ده كتير، وعارف ان انت سمعت يوتيوبر كتير بيقول لك ابدا باللي معاك، تمام مفيش مشكله. بس انا عايز اوريك صوره السيت اب اللي كنت بصور قبل بيه كان عامل ازاي، وهوريك صوره برده للسيت اب دلوقتي بصور بيه عامل ازاي. في اختلاف كبير. الصوره الثانيه انا لمبه كده ولمبه كده وازازه ومش عارف ايه عشان اللمبه ضوءها ما يبقاش طالع لفوق، واحط كراسي ومفيش بقى اسمها لايت سوفت، ومفيش الكلام ده، مفيش كل ده مش موجود. وبس وعلى الرغم من كده كنت بنزل فيديوهات بالجوده دي. انا عارف ان هي ما كانتش احسن حاجه، وعارف ان كنت ممكن اعرف اطلع اكتر من كده، بس كنت بنزل باللي معايا، كنت بصور باللي معايا وما كلتش. وفضلت اعمل كده لحد ما ربنا كرمني وجبت سوفت. وحتى في الفيديوهات الاولى لو حد شاف فيديو الصلاه او فيديو البتاع ده هيلاقي الصوت مسابق الصوت، عشان كنت بصور بميكروفون السماعه، وميكروفون السماعه كان عامل فرق في الصوت. وعلى الرغم من كده كنت بنزل فيديوهات من غير ما تتمنتج خالص، ما بتخشش على مونتاج، بتصور بالتليفون، بتطلع من التليفون من غير ما تتلون ولا اي حاجه، تروح على طول على اليوتيوب. فيديوهات الصوت مسابق الصوره، فيها نويز، فيها مش مهم، ابدا باللي معاك. وانا عارف ان انا زي ما بقول لك سمعت الكلمه دي كتير، بس بجد دي حقيقه، لازم تبدا باللي معاك على قد ما تقدر. استغل، طلع التليفون حطه قدامك وصور، ما تستناش ان انت يبقى معاك المعدات الرهيبه. يعني اللي عنده سوفت بوكس مش بيبقى خلاص شايف نفسه ان هو كده قفل اللعبه، بيدور على معدات تانية. اللي عنده كاميرا وكاميرتين وثلاثه واربعه مش شايف نفسه ان هو مقفل اللعبه، بيدور على حاجات تانية. فمهما كانت المعدات من اللي معاك هتحس برضو ان انت محتاج اكتر. فده ما يمنعكش عن ان انت تنزل فيديوهات، بالعكس ده يخليك حافز اكتر ان انت تنزل فيديوهات عشان تعرف تجيب بعد كده الحاجات دي. ومش معنى كده ان انت ما تنزلش فيديوهات باللي معاك، انت لازم تنزل فيديوهات باللي معاك عشان بعد كده تعرف توصل للمرحله دي. عشان لو ما بتنزلش فيديو باللي معاك عمرك ما هتعرف توصل للمرحله دي. وخلي بالك زي ما قلت لك الكاميرا مش اهم حاجه، وفهمتك انا قلت لك ممكن اعمل سلسله ان شاء الله عن الحاجات اللي تستخدمها في اليوتيوب، بس الكاميرا مش اهم حاجه. في حاجات كتير قوي قبل الكاميرا. انا اعتبر اشوف ان الكاميرا اخر حاجه ممكن تحتاجها ان انت تصور فيها فيديوهات على اليوتيوب، خصوصا لو انت معاك تليفون كويس سواء بقى ايفون او اندرويد. مش لازم تطور نفسك في كاميرا وتجيب احلى كاميرا، انت ممكن تدور نفسك في مونتاج او اضاءه، كل ده هيفرق معاك في الفيديو، كل ده هيخلي الفيديو بتاعك احلى واحلى. فالكاميرا انا بشوفها اخر حاجه ممكن تستثمر فيها فلوس او تطور فيها نفسك.
لا، طور نفسك في المونتاج، في الاضاءه، في الميكروفون، في السيت اب، في الحاجات دي هتفرق معاك جدا. وعلى فكره برضه انا لسه ما قفلتش اللعب، انا معيش احسن لعبه منتج عليه ولا كمبيوتر، انا بمنتج على التليفون عادي، ما عنديش احسن سيت اب، ما عنديش احسن اضاءه، ما عنديش احسن كاميرا، كل ده محتاج. بس على الاقل بنزل باللي معايا، الاستمراريه اساس الانتاجيه، وفي فيديو معمول عن الموضوع ده يبقى انزل بص عليه. ومش شايف ان دي عقبه، هنزل فيديوهات برضه، وعارف ان انا هتطور واحده واحده، سواء ايا كان انا عندي محتوى او انت عندك محتوى، نزل المحتوى اللي معاك ده واحده واحده، ربنا هيكرمك وهتعرف تطلع المحتوى اللي معاك بصوره كويسه. ولازم يكون عندك ايمان بربنا وايمان بنفسك، وبجد يبقى عندك محتوى قيم تعرف تقدمه للناس. وبس كده، الحمد لله على اللي وصلنا له، وبقى معانا آلة جديده تمام تساعدنا في ان احنا ننزله فيديوهات، وتساعدنا ان انتوا تشوفوا فيديوهات احلى. ممكن ما تكونش احسن حاجه، وممكن ما تكونش زي فيديوهات بره، بس واحده واحده ربنا يكرمنا ونقدروا نعمله. اهم حاجه المحتوى، اهم حاجه الاستمراريه عشان تقدر توصل للي انت نفسك فيه. وبس كده يا صديقي، ما دام وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب بقى، احنا جايبين حاجات جديده ومش عارف ايه، عايزين برضو زي ما بنطوروا البتاع ده نكبروا القناه شويه. بس كده، سلام.